السلام عليكم. مع ظهور الاي اي براوزرز والاي اي اوبريتنج سيستم النهارده نزل اي اي براوزر جديد من تشات جي بي تي اسمه تشات جي بي تي اطلس. الفكره كلها ان هو عباره عن براوزر عادي انتجريتد او مبني على تشات جي بي تي، فانت وانت فاتح اي ويب سايت بيبقى موجود معاك تشات جي بي تي. وتشات جي بي تي اتكلموا عنه، قالوا الفكره كلها برضو بدل ما انت تبدا تعمل نافيجيت او تطلع من تاب للتاني، يعني فاتح مثلا تشات جي بي تي عندك في تاب وبتعمل براوزنج او فاتح في البراوزر عندك اي ويب سايت وبتاخد منه تكست تحطه لشات جي بي تي وتساله كده. لا، فالاطلس هو عباره عن شات جي بي تي موجود جوه البراوزر عندك، بيبقى متاح وانت فاتح اي ويب سايت وكده. خلونا نشوف مميزاته ايه. دي اللاندنج بيج بتاعته، شات جي بي تي اطلس. تقدر تعمل له داونلود على الماك او اس، بس النسخه اللي نازله دلوقتي للماك او اس، وللاسف انا حاولت اعمل له داونلود فمش شغال عندي لان انا الماك عندي انتل مش ابل سيليكون، فما اشتغلش عندي. فهم منزلين نسخه خاصه بالماك بس على الابل سيليكون بس، اللي انتل مش هيقدر يستخدمه. طيب مميزات البراوزر ده ايه؟ قال لك هنا حاطط لك انترودكشن ميت اطلس. ده شكل البراوزر قريب جدا من الكروم وغالبا مبني على كروم. تقدر تبحث هنا السيرش انبوت، تقدر تبحث فيه او في نفس الوقت يعمل لك نافيجيت لويب سايت. وعندك في الجنب هنا اسك تشات جي بي تي، يفتح لك تشات جي بي تي موجود في البراوزر هنا كسايد بار تساله عن اي حاجه. طيب خلونا ننزل تحت. هنا قال لك انلوك الويب سايت وذ تشات جي بي تي باي يور سايد. تاني، انت جوه البراوزر عندك او جوه التاب بيبقى عندك تشات جي بي تي موجود. تدوس كليك على التاسك البار اللي في الجنب اللي هو اسك تشات جي بي تي، بيفتح لك تشات جي بي تي انتجريتد وبيكون عنده اكسس كامل على الصفحه اللي انت فيها او الهيستوري بتاع البراوزر بتاعك. دي اول ميزه. الميزه الثانيه تقدر ان انت ترجع لخطوه كنت موجود فيها. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي مثلا في حاجه عندنا في البراوزر اسمها براوزر هيستوري، فتحت اكتر من موقع وكده وبعد كده قفلتهم. ممكن في الاطلس تقول له والله انا رجعني للويب سايت اللي كنت فاتحه، الويب سايت ده كان بيتكلم عن كذا. بدل ما تدخل انت على الهيستوري وتسيرش، لا، بتكلم شات جي بي تي تقول له كان في ويب سايت مثلا كان في جمله فيها كذا او كان بيتكلم عن كذا، والشات جي بي تي يبدا ان هو يفتح لك كل التابس اللي موجوده عندك في البراوزر هيستوري الخاصه بالحاجه اللي انت بتسال عنها. الحاجه الثالثه تيك اكشنز. كان من فتره نزلت شات جي بي تي حاجه اسمها ايجنت مود. الايجنت مود ده هو بياخد اكشنز بالنيابه عنك. فانت هنا برضه في الشات جي بي تي بتيجي تقول له مثلا اشتري لي حاجات معينه. دخلت مثلا جبت وصفه اكل او كده، بتسال شات جي بي تي بتقول له طب انت ممكن تشتري لي الحاجات اللي موجوده في الوصفه بتاعت الاكل دي. ايجنت مود يدخل اوتوماتيك يفتح اي ويب سايت اونلاين بيبيع وصفات اكل ويبدا ان هو ياد تو كارت وكده. هنشوف في الفيديو دلوقتي الحاجات دي كلها بتشتغل ازاي. ميزه ثانيه اسمها كيرزر. فكره الكيرزر في لو انت مثلا فاتح ايميل شغال على جوجل دوكس شغال على اي حاجه، ممكن تسلكت تكست معين بيطلع لك الايكون بتاع تشات جي بي تي وتقول له مثلا اعمل لي ريفريز للجمله دي، عدل لي مثلا الجمله دي وهكذا، بياخد اكشنز بالنيابه عنك. وفي ميزه كمان طيب بالنسبه للسكيورتي، قال لك والله انت ممكن من التاسك بار فوق تدوس كليك كده على الايكونز بتاعه السيرتيفيكت الموجوده فوق وتختار هل الشات جي بي تي عنده فيزيبيليتي يقدر يشوف الكونتنت بتاعه الويب سايت بتاعتك ولا لا، تعمل له الاو او ديس الاو. تمام، اللي هي موضوع الكنترولنج بتاعه البرايفسي بتاعه البراوزر. جميل. طيب ده بالنسبه لللاندنج بيج بتاعه الاطلس. زي ما قلنا الداونلود هو خاص بالماك او اس بس على الابل سيليكون، الانتل مش هينفع يستخدموا الكلام ده. طيب هنزله امتى؟ في فيديو هنشغله دلوقتي، وسام التمان قال لك احنا اول ريليس طالعه للماك او اس، بعد كده شغالين على الفيرجنز او نسخ خاصه بالويندوز والموبايل ابلكيشن كمان. خلونا نبص هنا. دي الارتيكل اللي بتتكلم بشكل تفصيلي على الاطلس براوزر. الداونلود هنا، وده هنا برضو الفيديو بيقول لك انت ممكن في السيرش اما تكتب الويب سايت يروح على طول يفتح الويب سايت، او تكتب تكست عادي كانك بتبعت برومبت للاي اي وهو يبدا ان هو يرد عليك ويتجاوب. دوست كليك فتحت تاب هنا، بتدوس كليك على الاسك شات جي بي تي تقدر تكلمه مثلا في مثلا ديلز كويسه في اماكن. لو انت داخل على موقع مثلا زي بوكينج بتقول له عايز في مثلا غرف فاضيه في الوقت الفلاني الاسعار وهكذا، بيبدا ان هو ايه يرد عليك. بالنسبه للفلو بتاع البراوزر زي ما قلنا هنا الانبوت او السيرش انبوت، تحط ويب سايت بتدوس انتر يفتح لك الويب سايت او بيعمل سيرش كاي اي على الحاجه اللي انت كتبتها. اسك تشات جي بي تي بعد ما بتفتح ويب سايت معين او صفحه معينه، لو دوست كليك على الاسك تشات بيفتح لك هنا تشات جي بي تي، بيبقى عنده اكسس كامل على الكونتنت بتاعت الصفحه اللي انت فاتحها. فبالتالي تقدر تساله سؤال مباشر
عن المحتوى بتاع الصفحه اللي انت فاتحها او الهيستوري طبعا بتاع البراوزر. تاني تشات جي بي تي قالت لك ان هي فكره الاي اي ايجنت او البراوزر ايجنت، بدل ما تفتح تشات جي بي تي في تاب وتيجي تاخد التكست كوبي بيست تبدا تبعته لتشات جي بي تي وترجع وتسيرش وكده، لا، احنا عملنا انتجريشن للتشات جي بي تي بقى موجود جوه البراوزر عندك. فطول ما انت بتنافيجيت ما بين الويب سايتس او التابس، تشات جي بي تي موجود معاك على طول وعنده اكسس على التابس كلها المفتوحه، تقدر تساله اي سؤال على اي تاب موجود او من الهيستوري. تمام. واليوز كيرزر، فكره الكيرزر قلنا على ان انت بتسلكت تكست معين وبيطلع لك الايكون بتاع تشات جي بي تي، تساله عن التكست اللي انت عملت له سلكت، مثلا اعمل لي ريفريز للجمله دي، عدل لي صياغه الفقره دي مثلا، او بتساله عن حاجه اعمل لي سمرايز للتكست ده، او اعمل لي ملخص للحاجه اللي انا عملت لها سلكت وهكذا. ده موضوع الكيرسر. كل ده موجود في البراوزر عندك انتجريتد. جه قال لك تعمل بيرسونلايز سجستشنز. تاني الشات جي بي تي معتمد على الميموري، ودي نقطه بيتكلم عليها سام التمان كتير. قال لك ان من الحاجات اللي عاجبه الناس في تشات جي بي تي الميموري بتاعته، ان طول ما انت بتتعامل معاه بتتكلم معاه كتير كل ما بيقدر ان هو يفهمك اكتر وبيفكر بنفس طريقتك او بنفس اسلوبك، ودي من الحاجات القويه في تشات جي بي تي. دي برضو موجوده في البراوزر. فقال لك بيرسونلايزد سجستشنز، فالترشيحات اللي البراوزر هيطلعها لك من كتر ما انت بتتعامل معاه بقى عنده ميموري كبيره، بقى فاهم دماغك عامله ازاي، فلما بتيجي تفتح نيو تاب او تفتح البراوزر من اول وجديد بيدي لك ترشيحات على حاجات قريبه جدا منك. جميل. اسك اني ثينج، هنا تساله على اي حاجه زي ما قلنا، بتيجي تفتح التاب وتقول له والله انا عايز كذا او اعمل لي كذا، فهو بقى تشات جي بي تي انتجريتد جوه الصفحه بتاعتك. بالنسبه للكنترول، طيب انا دلوقتي كخصوصيه، هل ده معناه ان انا لو استخدمت اطلس براوزر بيبقى عنده فيزابيليتي او يقدر يشوف كل حاجه انا بفتحها؟ قال لك والله لا، ودي هنتكلم فيها، هنفتح الكنترول الداتا كنترول ونشوف موضوع البرايفسي. بس هنا قال لك لا، تقدر تكنترول امتى تشات جي بي تي يقدر يشوف المحتوى بتاعك ولا لا، وبشكل عام لو فتحت الانكوجنيتو، وبشكل عام لو فتحت الانكوجنيتو مود ده هيعمل لك لوك اوت من التشات جي بي تي. وهنا باين طبعا هم مش كاتبين هو مبني على اي براوزر او الانجن بتاعه ايه، بس هنا باين من الانكوجنيتو ان الايكون دي بتاعت الكروم، فهو واضح ان هو مبني على كروم، حتى نفس التابس والستايل واضح ان هو مبني على الجوجل كروم. تمام. طيب هنا برضو موضوع السكيورتي، ان انا اوكي طب لو مش عايز ادخل الانكوجنيتو مود وداخل في البراوزر عادي، ممكن ادوس كليك على الايكون اللي فوق دي، اقول والله ان الفيزيبيليتي بتاعت البيج دي او الصفحه ديت هل تشات جي بي تي يقدر يوصل لها ولا لا، فهقول له نوت الاود. من كلامهم ان تشات جي بي تي مش بيقدر ان هو ايه يدخل على الصفحه دي او يشوف المحتوى بتاعها. جميل. طيب وهنا برضو اتكلموا قال لك ان احنا عملنا الايجنت او اعلنوا على الشات جي بي تي ايجنت، والشات جي بي تي ايجنت بقى موجود دلوقتي في البراوزر. فكره الايجنت ايه؟ ان دلوقتي اوكي انا بتكلم معاه، فتحت موقع فيه وصفه اكل معينه ده كمثال، او عايز احجز تذكره طيران، فدخلت على موقع الطيران هنا وفتحت تشات جي بي تي وقلت له دور لي مثلا على الرحلات اللي من المكان الفلاني للمكان كذا في التواريخ من كذا لكذا، عدد الاشخاص المسافرين كذا، تمام، وشوف لي افضل سعر. بدوس كليك، تشات جي بي تي بيبدا ان هو يسيرش، خلاص بياخد اكشن بالنيابه عني، او بمعنى صح بعمل له ديليجيشن، بديله التاسكات اللي انا بدل ما انا اعملها هو يعملها بالنيابه عني، بيدخل هو يفتح الويب سايت بيسيرش بيسلكت وكده وبيجيب لي النتائج ايه في النهايه. اعتقد احنا عملنا فيديو عن حاجه زي كده اتكلمنا عنها، ان الاي اي ايجنت بدا يتحكم في الجهاز، ما كانش براوزر بس، كان على الاوبريتنج سيستم اوفر اول، بيقدر يفتح براوزر، يقدر يفتح فيجما، يقدر يفتح فوتوشوب، بيشتغل يعمل يفتح اكسل شيت وهكذا. بس احنا هنا بنتكلم في الفيديو على اطلس از اي اي براوزر. تمام. طيب ده باختصار فكره الايه الاطلس او المميزات بتاعته. تعالوا نشوف في الفيديو هنا امثله للحاجات اللي اتكلمنا عنها. هنا سام التمان بيتكلم على البراوزر وايه هي فكره البراوزر وامتى نستخدمه وكده، وجم هنا بداوا يتكلموا على مميزات. هناخد حاجه حاجه ونشوف مثال ليها، لان انا طبعا زي ما قلت ما عرفتش انزله عندي على الجهاز. اول حاجه هنا هو فتح، اول ما جه فتح البراوزر، السيرش انبوت الموجود في اي براوزر عادي بيبقى موجود فيه، اقدر ان انا هنا بدل ما سيرش بسال تشات جي بي تي، يعني الديفولت براوزر بيعمل ايه؟ بيروح يسيرش هنا كده يسيرش الويب، انما في اطلس بقدر ان انا هنا يا اما هكلم تشات جي بي تي كاني فاتح تشات جي بي تي، او ان انا افتح ويب سايت. جميل. ومن الجنب من هنا بقدر اختار الحاجه اللي انا عايزها، انا عايز اخد ايه، وبرده في السايد بار اللي في الجنب بقدر افتح كل الشات هيستوري، كاني فاتح تشات جي بي تي وجوه تشات جي بي تي في براوزر. فهنا كتب ويب سايت هاكر نيوز،
وداس انتر دخله على ايه الويب سايت. تمام. طيب حاجه كمان مهمه جدا، جه كان بيكتب هنا اللي بيعمل ريفيو للميزه دي، هو كان عامل بول ريكويست على جيت هاب، وكان بيفتح البول ريكويست ده في تاب على اطلس اكتر من مره. فهنا كتب اسم البرانش بتاعه او البول ريكويست وداس انتر، اوتوماتيك البراوزر راح فتح له البول ريكويست بتاعه وجاب له كل الكومنتس. تمام. فاحنا قلنا موضوع ايه؟ بيرسوناليزد الاكسبيرينس، ان هو من كتر ما انت بتتكلم معاه بيبقى بيفكر زيك وكده، فهو عرف انت بتفكر في ايه. فلما كتب اسم البول ريكويست ما راحش عمل له سيرش، لا هو فتح له البول ريكويست بتاعه. هنا برضو بيقول له ايه؟ اعمل لي سيرش في الويب هيستوري بتاعي انا، الهيستوري بتاعي انا مش في الويب، على الويب او على الانترنت. يعني انت هتسيرش في الويب هيستوري بتاعي على الدوكيومنتيشن خاصه بالاطلس كور ديزاين. فهنا راح ما عملش سيرش على النت، هو راح عمل سيرش على البراوزر ميموري بتاعته. هنتكلم على البراوزر ميموري دي لان هي خطيره جدا. وبدا يجيب له ايه من البراوزر ميموري عنده؟ ان كان في عندك لينك انت فتحته على الجوجل دوكس بيتكلم على الاطلس ديزاين، وفتح له اللينك ده على طول. جميل. هنرجع تاني لموضوع البي ار اللي هو فتحه. من الحاجات الكويسه برضو ان الاي اي ايجنت هيبقى عنده اكسس على البول ريكويست بتاعك. فانا لما جه فتح من الجنب بتاع اسك تشات جي بي تي، فهنا بيقدر يسال تشات جي بي تي على حاجات خاصه في الكود. ليه؟ لان احنا قلنا الاي اي ايجنت هيبقى عنده اكسس على محتويات الصفحه، فبالتالي انت كانك فاتح اي دي اي وفاتح له صفحه فيها كود. فانا بيساله مثلا هل اقدر اعمل شيري بيك للكومنتس دي؟ ايه الفرق بين ده وده؟ اعمل لي سامرايز او اشرح لي التشنجز الموجوده. دي ميزه من المميزات ان يكون عندك الاي اي انتجريتد في البراوزر لو فاتح مثلا بول ريكويست او كود او حاجه زي كده. هنا عمل سيرش على فيلم معين، بدا يجيب له الريزلت بتاعت الفيلم ده. وهنا موضح فوق التابس، يعني احنا بنيجي تسيرش في اي براوزر. هنا في البراوزر لو جيت عملت سيرش على سوتس مثلا، دي كمسلسل، هيبقى عندي هنا اول، عندي ايمجز، عندي فيديوز، عندي نيوز، وعندي مابس. التابس دي الخاصه باي سيرش انجن، هم حولوها عندهم للشكل ده، ان هو هنا برضو عنده ويب وعنده ايمجز وعنده هنا ريفيوز. فدي التابس اللي موجوده لو انت بتسيرش على حاجه معينه. تقدر برضو تفتح الاسك جي بي تي وتساله على حسب التاب اللي انت فاتحه. هنا برضو بدا يسيرش على درافت، كان ايميل بعته درافت، فتح له الاطلس الدرافتس الموجود على الجيميل عنده. فهنا الكورسر فيتشر اللي هو بيسلكت تكست معين وبيفتح الجي بي تي هنا. وهنا هيقول له ايه؟ هيقول له ديسكرايب، بيقول له غير لي مثلا اللانجوج او اعمل لي ريفريز، صياغه للجمله دي. هيبدا ان هو يكتب رايتنج وعدل له الجمله. حاجه كمان هنا بيعملوا برضو مثال، فاتحين زي جدول كده على الجوجل دوكس كانها تو دوز، وهيسال هيسال الايجنت ان هو يحول له كل دول لتو دو ابلكيشن، في لينير ابلكيشن يحول دول لتو دوز. هيبعتها له. هنا ده بقى فكره الايجنت، يعني هنا لو نلاحظ تحت هنا معمول ايجنت، لما يجي يدوس كليك هنا وهو مختار ايجنت، الايجنت هيبدا ياخد اكشنز بالنيابه عن الشخص، بيتحول الويب سايت للشكل ده وكأن الشخص ده هو ايه اللي بيتحكم. فانا بيقول له بلاننج التاسك ديتيلز، الايجنت هيبدا ياخد كل دول ويحولهم للينير تو دوز من غير ما الشخص يعمل اي حاجه. ويقدر طبعا الشخص ياخد كنترول من الايجنت يقول له لا انا هكمل شغل وهكذا. هنا برضو مثال ان الشخص فتح صفحه فيها وصفه اكل وبيقول له والله ايه الوصفه دي فيها ايه، الانجريدينت بتاعتها مكوناتها ايه. فبدا الايجنت الاي اي ايجنت او جي بي تي يقول له اه والله دي بتتكون من كذا وكذا 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 وكذا. هيساله الشخص يقدر انت تعمل لي اوردر للمكونات دي؟ هيقول له اوكي اديني مثلا بيرميشن، اوكي قال له كونتينيو، هيديله صلاحيه، هيتفعل الايجنت مود يشتغل، يبدا يخش على ويب سايت. فتح نيو تاب هنا في ويب سايت، وهيبدا يضيف في الكارت المنتجات، انا عايز مثلا بصل، انا عايز طماطم، انا عايز كذا، ويضيف عدد الحاجات اللي هو محتاجها ويكمل عادي. وهنا دخل الانكوجنيتو مود، وهنا ده اللينير اللي هي كان اول ايجنت لما حول الجوجل دوكس من هنا راح خدها كلها فتحها از تو دوز في اللينير ابلكيشن. جميل. طيب ده بالنسبه للفيتشرز بتاعت الاطلس. خلونا نبص على البرايفسي. هنا قال لك ايه؟ الداتا كنترول. اول حاجه الداتا كنترول
بتتحكم فيها هل ايه الانفورميشن او البيانات اللي هياخدها البراوزر او يطلع عليها. هتخش على السيتنج من البراوزر وتقول له ايه، هتسلكت داتا كنترول. اول ميزه هي حاجه اسمها انكلود ويب براوزنج. الميزه دي بتبقى افيلابل لو فعلت خيار اسمه improve the model for everyone. ده بيتحكم هل الكونتنت او محتويات البراوزر اللي انت فاتحها اطلس هيستخدمها عشان يدرب الموديل بتاعه ولا لا. هي بشكل افتراضي متعطله، لو انت فعلتها هيبدا تشات جي بي تي يستخدمها عشان هو يدرب الموديل بتاعه. بس بيقول لك خلي بالك ان ميزه الانكلود ويب براوزنج دي مفصوله على المين تشات جي بي تي تريننج تشات سيتنج. يعني انت في تشات جي بي تي في الاكونت بتاعتك في المين سيتنج في اوبشن اسمه تريننج سيتنج، انت هتعمله اون اوف، ملوش علاقه بدي، دي حاجه ودي حاجه. تمام. بيقول لك لو انت عملت تفعيل للتريننج للتشات في التشات جي بي تي اكونت، التريننج هيبقى برضو انيبل على اطلس. جميل. يعني هنا الانكلود ويب براوزنج منفصله على التريننج تشات اللي موجوده في التشات جي بي تي اكونت. بس في حاجه، لو انت فعلت التريننج تشات على الاكونت بتاعك في التشات جي بي تي هتتفعل في البراوزر هنا. تمام. طيب فهنا تقدر تعمل ايه، هتخش على الداتا كنترول امبروف ذا موديل فور ايفري ون، هتقول له اون ولا اوف. هي طبعا الديفولت كانت ايه اوف. دي برضو منفصله عن حاجه ثانيه، ميزه ثانيه اسمها هيلب امبروف براوزنج وسيرش، منفصله عنها وهنشوفها بعدين. شيرد لينكس، لو انت عملت شير للينك معين تشات جي بي تي ده بيكون ريد اونلي او فيو اونلي. تمام. فانت تقدر تتحكم فيه او تعمل ريفوك اكسس. هتخش على الداتا كنترول شيرد لينكس وتقول والله انا عايز اللينك ده عشان تشوف الديتيلز بتاعته، تقدر تقول له ريموف اكسس خلاص. فلو اي حد معاه اللينك ده مش هيقدر يعمل له اكسس. اركايف ذا تشات، التشات اللي موجوده احنا قلنا هنا فوق في اليمين في اسك تشات جي بي تي صح كده، ممكن التشاتس دي اروح اعمل لها اركايف احطها في الارشيف. فقال لك ان الاركايف تشاتس بتتخزن بره المين تشات ليست الخاصه بالتشات جي بي تي عشان تخلي الورك سبيس بتاعتك نظيفه وتقدر تبص على التشاتس بشكل افضل، ما تبقاش كل حاجه محطوطه على بعض. طيب اركايف اول تشاتس، الاوبشن ده او الخيار ده بيحول لك كل التشات اللي موجوده في التشات جي بي تي اللي كانت موجوده في الجنب هنا للارشيف. يوز ذيس لما تبقى انت عايز تعمل كلين للتشات ليست but don't want to lose your history. بمعنى ايه؟ ان انت دلوقتي انا فرضت اكتب اسك التشات جي بي تي اساله على كذا حاجه وبدا ان هو يجاوبني وفتحت تاب تاني وسالته، بقى عندي التشات كتير عايز اعمل له كلين، عايز اعمل له ديليت، بس في نفس الوقت مش عايز اخسر الهيستوري بتاعي. فبعمل ايه؟ بقول له اركايف التشاتس كلها، بتروح اعمل لها اركايف، التشات بتاعي لسه بتبقى فاضيه وفي نفس الوقت الهيستوري بيكون موجود مش بخسره. ديليت اول تشاتس ده بيحذف التشات بشكل نهائي. تمام. ومش بيحذف البراوزر ميموري. تاني براوزر ميموري خطيره واحنا قلنا هنتكلم عليها، فهو بيحذف التشاتس كلها بس مش بيحذف البراوزر ميموري. تمام. ولا بيحذف الكوكيز ولا بيحذف الداتا اللي الاطلس بيستخدمها. الديليتنج مش هيقدر يتعمل له اندو، خلاص وانس ان انت عملت ديليت للتشاتس دي مش هتقدر ترجع لها مره ثانيه. لو انت محتاج نسخه منها هتعمل لها اكسبورت. جميل. طيب هيلب امبروف براوزنج سيرش، احنا قلنا فوق هنا ان موضوع ال انكلود ويب براوزنج مختلفه على ايه؟ على هيلب امبروف البراوزنج والسيرش. ميزه هيلب امبروف براوزنج اند سيرش دي بتخلي البراوزر يبدا ان هو ياخد لوجز منك، زي ما احنا قلنا لما كنا بنتكلم على البرايفسي الخاصه بالبراوزر، انا بعطل مثلا الدياجنوستنج لوجز. فهنا هيلب امبروفنج براوزر بتدي امكانيه للبراوزر ان هو يطلع على الدياجنوستنج لوجز عشان يقدر يعمل تحسين ازاي البراوزر والسيرش يشتغلوا. جميل. لوج ممكن يكون فيها تكنيكال ديتيلز و يو ار الز ان انت استخدمتها عشان تخلي الاكسبيرينس بتاعتك كويسه. دي متاحه بشكل افتراضي، يعني افتراضيا هي معموله اون. عشان تعملها اوف هتخش على الداتا كنترولز وهتقول هيلب امبروف براوزر تعملها اوف. ديليتنج الويب براوزر براوزنج هيستوري، قال لك تقدر تديليت الويب براوزر هيستوري لما تيجي تفتح السيتنج هتخش على الويب براوزنج وتدوس كليك عشان تديليت الهيستوري ده. جميل. وتقدر تسلكت تايم رينج، تقول له والله انا عايز اديليت البراوزر هيستوري من 15 دقيقه او من ساعه فاتوا او من اسبوع او من شهر وهكذا. تمام. وتسلكت اي حاجه منهم في البراوزر هيستوري، عايز تدلت او تحذف التشاتس بس، ولا تحذف الويب هيستوري، ولا تحذف الكوكيز، ولا تحذف الاذر السايد داتا والكاش دي ايمج والفايلز. تمام. هنا لو انت حذفت الويب هيستوري اي براوزر ميموري هيتعمل لها ديليت، بس خلي بالك التشنجز دي هتاخد وقت عشان ايه
يتعمل لها ريفرش. تاني، في حاجه عندي اسمها ويب براوزر هيستوري، وفي حاجه عندي اسمها براوزنج ميموري، تمام، او براوزر ميموريز، هم يلخبطوا. البراوزر هيستوري ده اللي معروف في اي ويب براوزر، لما بتيجي تخش على موقع والتاني والتالت والرابع بتسجل في الهيستوري ان انت اليوم الفلاني الساعه الفلانيه دخلت على الموقع الفلاني. ده البراوزر هيستوري، سجل كامل للتصفح بتاعك اللي انت عملته، تمام. انما البراوزر ميموريز دي عباره عن الهيستوري مع الميموري بتاعت الجي بي تي او الاي اي. دي حاجه ودي حاجه. الميموري دي خاصه بالاي اي ميموري بيسجل فيها، والهيستوري هو الخاص بالبراوزر، تمام. فانت لو انت جيت حذفت حاجه من البراوزر هيستوري وهي مربوطه بميموري هتتحذف الميموري دي، تمام. بس طبعا بيقول لك هتاخد وقت. جميل. طيب you can also open advanced setting، تقدر تفتح advanced setting عشان تديليت الداونلود هيستوري او الباسورد او الساين ان داتا والاوتو فيل والكلام ده كله. براوزنج ويز انكوجنيتو، تصفح المخفي، قال لك تقدر تفتح انكوجنيتو بنفس الشورت كات عادي. ده اعتقد زي ما قلنا هو مبني على كروم. الكوماند شيفت ان او تسلكت الانكوجنيتو من الويندوز من فوق، تمام. طيب قال لك هنا وات يو دو انكوجنيتو، اللي انت هتعمله في الانكوجنيتو مش هيتربط بالاكونت بتاعك بالجي بي تي، دي اول حاجه. جميل. فانت اللي انت هتعمله في الانكوجنيتو ملوش علاقه بالتشات جي بي تي اكونت بتاعك، ومش هيتحفظ في البراوزر هيستوري عندك، مش هيتسجل انت اليوم الفلاني الساعه الفلانيه فتحت كذا. انكوجنيتو مش هيخليك انفيزيبل للتشات جي بي تي، هو مش هيخليك انت مخفي للتشات جي بي تي. اوكي، هو تشات جي بي تي عارف انت بتعمل ايه، خلي بالك، بس مش هيتسيف عندك في الاكونت ولا هيتسيف في الهيستوري، وبرده مش هيخليك انفيزيبل او مخفي عن الانترنت، وده معروفه طبعا. انت انكوجنيتو مود هو بس كبراوزر ان هو مش بيسيف الداتا بتاعتك، بس انت موجود على الانترنت والسيرفيس بروفايدر عارف ان انت فاتح الموقع الفلاني ويقدر يتراكك، بس انت مش مخفي، تمام. الفكره كلها ان بياناتك مش بتتحفظ، بس تشات جي بي تي عارف انت بتعمل ايه، وعلى الانترنت انت معروف طبعا انت بتعمل ايه، تمام. ده فكره الانكوجنيتو. البراوزر ميموريز دي هنا، ودي من اهم حاجه خاصه باطلس، قال لك ان الميموريز هي اوبشنال ديتيلز تشات جي بي تي بيستخدمها او بيحفظها عشان يعمل بيرسونلايز للاكسبيرينس بتاعتك. زي ما اتكلمنا في بدايه الفيديو قلنا ان سام التمان قال لك من الحاجات المميزه جدا في تشات جي بي تي واللي خلت الناس تحب تشات جي بي تي هي البيرسونلايز اكسبيرينس، ان انت من كتر ما بتتكلم مع تشات جي بي تي كتير بدا يفهمك اكتر، بدا يعرف انت بتفكر ازاي، بدا يرد عليك بنفس طريقتك او بنفس اسلوبك. التون بتاعت الكلام بقت قريبه جدا من نفس طريقتك، فبالتالي الناس بدات تحب تشات جي بي تي عشان كده، عشان فكره الميموري بتاعته. جميل. ونفس الفكره دي موجوده في اطلس البراوزر ميموريز، فهي عباره عن اوبشنال ديتيلز، بيانات معينه تشات جي بي تي بياخدها بيحفظها عنه عشان يعمل لك بيرسونلايز اكسبيرينس خاصه بيك انت، تمام. طيب قال لك البراوزر ميموريز بقى دي مش بتحفظ الباسوردز بتاعتك، لو حطيت اي باسورد كلمه سر عندك وانت شغال على اطلس مش بتعمل لها سيف، ومش بتعمل سيف للبيمنت ديتيلز، ودي مفصوله عن الكوكيز والسايت ستورج. يعني الكوكيز حاجه، السايت ستورج حاجه، والبراوزر ميموريز حاجه ثانيه. البراوزر ميموريز دي يعتبر ميزه جديده خاصه بالتشات جي بي تي اطلس، مش نفس الحاجات الديفولت الخاصه بالبراوزر زي الكوكيز والسايت داتا والهيستوري كده، دي حاجه اضافيه في اطلس، تمام. قال لك عشان تشوف كل البراوزر ميموري الخاصه على اطلس هتفتح السيتنج وبعد كده تسلكت الداتا كنترول، بعد كده تسلكت البراوزر ميموريز، هيفتح لك لسته فيها كل الميموريز بتاعتك الاركايف. تقدر تعمل اركايف لميموري معينه تعمل لها تحطها في الارشيف، او هتسلكت الايكون بتاعت الاركايف جنب ايه؟ جنب الميموري دي. انت عندك لسته ادي ميموري، ادي الثانيه، ادي الثالثه، هتدوس اركايف على دي وتسيب دي وهكذا، او تدوس كليك على الميموري دي وهتفتحها هيجيب لك الريفرنس براوزنج ميموري، تقدر تعملها اون اوت، تقدر تعطلها، تمام. طيب قال لك ان الاركايف دي ميموريز، لو انا جيت على ميموري براوزر ميموري عملت لها اركايف، دي تشات جي بي تي مش هيستخدمها، بس البراوزر ميموري هيستخدمها عشان يحسن نفسه، انما تشات جي بي تي ذات نفسه مش هيستخدم نفسه. الكلام هنا مش ماشي مع بعضه، معرفش ليه، بس يعني احنا بنقول اللي هم قايلينه. انت دلوقتي لو عملت اركايف للبراوزر ميموري تشات جي بي تي مش هيستخدمها، بس البراوزر ميموري اللي تشات جي بي تي عاملاها هتستخدمها عشان تحسن نفسها. جميل. طيب لو انا بقى عايز احذف براوزر ميموري اعمل ايه؟ قال لك هتروح تحذف البراوزر هيستوري بتاعها زي ما قلنا فوق في البراوزر هيستوري. لو حذفت براوزر هيستوري ومربوط ببراوزر ميموري هيدلت البراوزر ميموري بتاعته، انما مفيش اوبشن ان انا ادلت براوزر ميموري لوحدها، تمام. لازم اشوف دي ريليتد لاي هيستوري واروح احذفها. طيب you can view your archived memories at any time، تقدر تشوف الاركايف دي ميموري في اي وقت
من السيتنج تخش على بيرسوناليزيشن، تختار البراوزر ميموري وتدوس كليك على اركايف دي ميموري، تقدر تشوف الانديفيدوال ميموري وتعمل لها اركايف ترجعها تاني. اذر كنترول تتحكم في البيج فيزابيلتي زي ما قلنا هنا. البيج فيزابيلتي كانت غالبا موجوده هنا، ان انت بتقول له لا والله فيزيبل ولا مش فيزيبل، اللي هي هنا شات جي بي تي الاود ولا لا، دي بالنسبه للبيج فيزابيلتي. تمام. والايجنت لوجد ان او اوت، تخلي الايجنت يقدر ياكسس الداتا بتاعتك ولا لا. ده باختصار المميزات بتاعت الجي بي تي اطلس. في النهايه بصراحه فكره انك تستخدم متصفح فيه اي اي مدمج بالكامل بالنسبه لي دي حاجه لسه جديده. واي نعم ده بقى موجود دلوقتي، يعني انا هنا على بريف لما باجي سيرش على اي حاجه بلاقي بريف طلع لي كده اي اي ترشيح خاص بالاي اي، فهو بقى موجود بشكل اجباري. بس برضه بالنسبه لي هي حاجه جديده لسه ما جربتهاش، ان انا يبقى عندي براوزر كامل مبني على الاي اي. شخصيا موضوع الخصوصيه مهم جدا. مع الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ممكن حد يسمع الكلمه دي ويضحك يقول لك خصوصيتي، احنا خلاص الناس بقت عارفه عن بعض كل حاجه، ومع وجود الاي اي وانتشار الجي بي تي والحاجات دي كلها الناس بقت تتكلم معاها براحتها وبقت خلاص، فيعني صعب جدا حد يتكلم عن الخصوصيه. بس ده بالنسبه لي هي حاجه مهمه جدا. ففكره ان المتصفح نفسه يكون هو عباره عن اي اي في شويه تحفظات بالنسبه لي، ما نعرفش طبعا المستقبل هيودينا لفين. مع وجود دلوقتي برضه اوبريتنج سيستم كامله مبنيه على الاي اي، والموبايل ابلكيشنز والويب سايتس الموجوده اللي بنخش فيها تلاقي لازم يكون فيها حته اي اي، فالموضوع بيثبت للواحد ان هو خلاص انت مع الوقت عاجلا ام اجلا الحياه كلها هتتحول لاي اي. وموضوع البرايفسي اللي بتتكلم عنه ده كان من زمان خالص، يعني ما بقاش موجود دلوقتي. هستنى رايكم في الكومنتس لو في حد بدأ يستخدم الاي اي براوزر بشكل عملي كديفولت براوزر عنده ولا لا، ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.